فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان مدن وقرى حوران. أولا نطالب المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والإنساني بشكل عام للتدخل من أجل الحصول على شهدائنا الذين تم خطفهم من قبل قوات الأمن السورية من أجل تشييع جنائزهم، والذي يزيد عددهم على 400 شهيد، حيث تم نقلهم ببرادات إلى أماكن مجهولة، حيث عرضت على شاشات الإعلام العالمي. ثانيا نناشد المجتمع الدولي وأحرار العالم بأن يتدخلوا بالضغط على الجهات الأمنية المسؤولة عن اختطاف الجرحى من المستشفيات والذهاب بهم إلى أماكن مجهولة، ونطالبهم بالتدخل لإيقاف التصرف الهمجي والغير إنساني، وحيث يتم الإجهاز على أصحاب الإصابات البليغة منهم. ثالثا نطالب بإخراج جميع المعتقلين ومن ضمنهم الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات السلمية. رابعا نطالب بفك الحصار عن حمص وبانيات ودوما والمعظمية وداريا والرستن وحوران وكافة المدن السورية المحاصرة. خامسا نناشد جميع أحرار العالم بمقاطعة الإعلام السوري الكاذب. خامسا نناشد جميع أحرار العالم بمقاطعة الإعلام السوري الكاذب. سادسا نشتم الإعلام السوري الذي ادعى بأن المدن السورية بما فيها حوران قد طالبت بدخول الجيش وقوى الأمن، وهذا ادعاء كاذب. سابعا نشتم طريقة الإعلام السوري في إظهار الشباب الذين تم اعتقالهم بأنهم خلايا إرهابية، وهم أناس من عامة الشعب تظاهروا سلميا وتم اعتقالهم وعرضهم تحت التعذيب باعترافات ملفقة، ونحن نعرفهم شخصيا ليولدوا باعترافاتهم الرأي العام. ثامنا نناشد الأحرار من الجيش العربي السوري بعدم إطلاق النار على المتظاهرين السلميين. تاسعا لا للطائفية ونعم للوحدة الوطنية، ولسنا دعاة فتنة وتخريب